وكون ما جيتش على حين يجرب ما كارتليش خلاص. هو يندم يقول له يجي قدام الباب. اصبح الخير ولمس الخير على حسب الوقت اللي تشوف فيه الفيديو تاع اليوم. وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وبصحة يا ربي. المهم كما راكم تشوفوا راني رجعت لكم بربي ان شاء الله بكل نشاط وحيوية. شكرا على الدعاء تاعكم في الفيديو تاع البارح في قناتي روتيني البسيط في الريف. وتابعوا معايا الفيديو تاع اليوم. جام اشتراك في كامل قنواتي تحت هذا الفيديو، كثروا التعاليق باش هكا يطلع الفيديو وترجع القناة تحكم روحها. كما شفتوا هنا البنات اليوم راح نشارك معكم روتين يعني من قبل العيد الكبير. كنت مصورته وما مع المرض واحد ما قدرتش نحطه البنات. المهم اليوم كتب المكتوب باش نحطه لكم. كما شفتوا لي مات لي قبل العيد كنت نعاني دوفا نجيب سميد ويكون يعني هكا ماشي مليح يتعبني في الخبيز وكلش. النهار هذا كان الزوج جاب لي سميد هذا تاع الشرفه. يعني بالنسبه لي الشرفه هو سميد المخير ساهل ومليح وسهل الخدمه سهل الخبيز يعني ويوالم قداه من حاجه. هنا هاني نفرغ في الشكاره تاعي غير بشويه وبعد جا طلع لي وسيم قال نفرغ فيها البنات كيما هك. نفرغ فيها بهذا نفرغ فيها بهذه تاع الزبده. قال لي يا ماما، قال لي صبري صبري، قال لي بعد درك نفرغها لك يا اخي. هزها تعاوننا عليها يعني انا وياه وهزيناها فرغناها. المهم قلت اليوم نبل شويه كسر. النهار هذا اني كنت صايمه البنات. النهار هذا كنت صايمه ليا متى تاع ذو الحجه، هذوك العشر تاع ذو الحجه كنت صايمه. يما قلت لكم قلت نبل شويه كسره وكنت فرحانه بالسميد خاطر السميد اللي قبله يا البنات هبلني هبلني هبلني. قلت لكم هنا درت 3 كيلات. هما شوفوا البنات 3 كيلات يخرجوا لي 3 خبزات كبار وقرصه صغيره. المهم شويه زيت شويه خميره وشويه ملح نبستها مليح ومن بعد نبلها. وقولوا لي نتوما واش راكم واش حوالكم. دابا برك معايا الروتين الاخير. الروتين هذا مليح يهبل البنات. ونعتذر على الغياب وبزاف اللي سقساوني وعلاه وكيفاه. كاين اللي فهموا وكاين اللي ما فهموش في الفيديو اللي فات. مهمه البنات قلت لكم انا اني مرضت قبل العيد. مرضت يعني طحت خلاص ما قدرتش البنات على بها وليت ما نصورش وما نشاركش معاكم. المهم حاليا الحمد لله اني تحسنت وان شاء الله نزيد نتحسن اكثر واكثر اكيد بدعواتكم وبحبكم. ونتمنى ثاني تعاونوني باش نرجع للقنوات التفاعل تاعهم سواء القناة هذه ولا القناة الاخرى تاع روتيني البسيط في الريف. عموما هذا الفيديو ما على باليش راح نحطه في قناتي تاع روتيني البسيط في الريف ولا نحطه في قناتي تاع سمسومه 24 بنت صبوحه. المهم احنا من جهه خلاف راح نقلي شويه تاع زريوات وزيتها. وكما شفتوا انا غسلت شويه تاع فاصوله وقصيتها راح نغليها باش نحلها هذيك الزروقه. درت شويه تاع سلطه وكانت عندي شويه جلبانه نهار من قبل. تسمى نهار من قبل درت الفطور تاعي جلبانه بالدجاج. واليوم راح ندير غير هذيك الكسره ونقلي شويه جريوات بالعظام. انا نموت على جريوات مقليه بالعظام وخلاص شويه دلاع شويه تاع مشماش. وهذه هي نعمة كريمة ربي يديم علينا النعمة. شوية تاع سلطة هذه هي درك اصلا انت الصيف والسخاين غير ما يليق غير الدلاع السلايط القليان الحميس غير الحوايج الخفيفين. المهم قلت لكم غالياتي بركة كثروا لي التعليقات سواء في القناة هذه ولا في القناة الأخرى. من تتفرجوا فيديو كثروا لي التعليقات اللي جدد أول مرة يدخلوا يشوفوا قنواتي نقول لكم شاهدوا الفيديو للأخير وكي تكملوا إذا عجبكم ادخلوا شوفوا باقي الفيديوهات تهبل تهبل تهبل. هنا الكسرة تاعي اني غطيت عليها كيما هكا برك وخليتها باش تختمر. وقلت لكم حبوباتي الروتين هذا وعنده تقريبا شهر نسيت حتى في شغل نسيت اصلا واش درت في الروتين. اني قاعده نتفرج معاكم ونعلق. المهم هنا كنت قليت تجريوات وجدت سلطه وجدت الدلاع وجدت الديسير كامل ومسحت البوطاجي اكيد نهار كامل يا اختي وطرشونه تروح وتجي
يا ربي يعطينا الصحة برك البنات والله. كي تكوني صحيحة وتكوني مرتاحة والله ما تكيدك الخدمة تاع الدار مالقري تخدمي وتهمبري وتنوضي وتطيحي وتتعبي، تروحي ترقدي ترتاحي، تنوضي الصبح لاباس عليك، ولا تروحي تقيلي شوية تنوضي العشية لاباس عليك، بصح يا البنات كي تروح الصحة الحالة راهي واعرة. يعني الإنسان حتى كي يخدم يحاول يخدم يعني بالحيلة، يخدم بذكاء، يخدم بالعقل يعني على صحته. نوصي روحي ونوصيكم يا البنات على خاطر احنا كي نكونوا بصحتنا رانا ما نحسوش بهذيك النعمة، بصح يا البنات نهار اللي تروح ثم نعرفوا قيمتها. المهم غالياتي هنا درك الجريوة تاعي مازال لها غير ندير لها العظام، وراح نزيد نقص لها هذاك الطماطم، ومن بعد هنا راح نطيب الكسرة تاعي قبل، ومن بعد في الدقيقة الاخرى باش ندير لها العظام. المهم حكيولي نتوما واش راكم واش حوالكم كيفاه دايرين الروتين تاعكم مع لي فاكونس، واش مدايرين الولاد اللي نجحوا كامل مبروك على وليداتكم، واللي ما نجحوش ان شاء الله العام الجاي. هذه هي يا البنات. انا هاني نطيب في الكسرة، شوفوا الكسرة بسم الله ما شاء الله تهبلي وغير تشوفيها هيك تفرحي. اما هذيك الكسرة اللي كنت نطيبها قبل ما نجيب هذا السميد بالسميد تاع سلوى ولا سميد تاع شريفة، يا ما على السميد تاع شريفة، بالك وبالك ويا البنات تقدروا تشريو السميد تاع شريفة. تاع سلوى يعني الصراحة مليح للمقروض، أنا درتونا المقروض تاع العيد جاني يهبل، بصح للكسرة يا البنات ماهوش يعني ماهوش مليح، يجي صعيب. المهم طيبت الكسرة تاعي، هنا كان قريب يأذن الأذان البنات. طيبت الكسرة تاعي ومن بعد نروح نزيد ندير العظام في هذيك الجريوات ونوجد الطابلة، وهذا مكان أي العشية هذية. نورمالمون ما نقولكم شكون جا عندي، يا ربي لا إله إلا محمد رسول الله. اليوم جا عندي فارس، نورمالمون شفتو في الأول تاع الفيديو، قال لي وعلاش ما عرضتينيش نفطر معاك؟ قلت له لا انت صايم حتى نعرضك تفطر معايا. قال لي لا لا عيطيلي نقعد نتعشى معاك. قلت له والله عندك الحق فتولاتش. خاطر مرفة تقريبا ديما نعيط له ويجي اليامات هذو اللي كنت صايمه فيهم وكنت ديجا بديت نمرض شويه البنات، راح لي الريزو ولا يتمسخر عليا، قال لي لو كان ما جيتش راهي راحت عليا. قلت له ما راح عليك والو يا ودي واش راح عليك، لكش بس خفتي على حاجه نطيبها لخويا نورمال. وهنا البنات المقطع هذا سامحوني برك ما على باليش كيفاه فات كيما هك. ليسونسيال هنا كنت نفرغ في السميد، شغل بقى لي شويه سميد تاع سلوى، فرغته في بورت مونجي صغيره باش من بعد هذيك شكاره جديده نفرغها في هذيك البتيه. وهذا مكان. وبعد ما كملت قلت نروح للجاردينة نضرب دورة خفيفة برك ونجيب شوية نعناع. شوفوا هنا كي يبدا يسخن الحال النعناع راح يبدا شغل هو مليح هاكم تشوفوا فيه، بصح يا البنات لازم نحيه. تصدقوا اني اليومنا هذا ما نحيتوش، يعني اليومنا هذا اليوم مش هي اللي قاعد ندير لكم في المونتاج، اليوم راهو الخميس مازال ما نحيتوش، يعني ما قعدش صراحه كنت مريضه راكم تعرفوا يا البنات والله. ان شاء الله نحيه ونشاركه معاكم. شوفوا هنا صورت لكم خفوفي برك تشينا دارت كعبات صغار بصح طيحت ياسر، تفاحة ثانية الكعبات اللي دارتهم كامل كلاهم لها الفار. المهم انا لازمني نحي النعناع تاعي نغسله ونيبسه في الظل ونرحيه، خاطر جا الصيف درك يبس كامل. وش راح نقول لكم، المهم نحيت شويه نعنوعات قلت نطيبهم مور الفطور هكا نهدي بهم اعصابي. وهذه هي، ومن بعد نرجع نوجد فطوري. كما قلت لكم غالياتي هذا هو الروتين تاعي كيفاه يفوت، يعني اللي قبل الايامات تاع العيد. يعني كما قلت لكم الانسان يكون ماشي وما على بالوش وش كاين. والله يا البنات اليومين هذو الاخرين تاع الصيام عاشوره يعني ماشي عاشوره سامحوني، ذو الحجه يخي درت معاكم المقروض وكنت معوله نزيد ندير شويه كروكون ولا قطو تاع الخل ولا ليسونسيال، قلت ندير نوع ولا زوز سامبل بركه هكا كيما نقولوا للقهوه تاع العيد. من بعد يا البنات طحت يعني بين ليلة ونهار طحت. من بعد قلت لكم طحت وليت ما نوضش، يعني ما قدرش نوض خلاص. المهم الحمد لله على كل حال. يعني هنا حبيت نقول لكم انه الانسان ماشي ما على بالوش منا من بعد وش يكون، ما على بالوش منا الغدوه وش يكون يا البنات. هذه الداليه
غرسناها جديدة، كنت غرست وحدة قبلها هي البنت ومن بعد لقيتها طايرة ما عرفتش يقولوا نحاها، يجي قدام بالك الباب. كاش ولاد فاتوا للجاردينة ولا حاجة. المهم هنا دخلت للدار غسلت النعناع تاعي حطيته يطيب وبديت نسخن في الفطور كيما قلت لكم هنا قصيت عليها شوية طماطم هذيك جريوات وراح ندير لها عظمة تجي بنينة تهبت. المهم قلت لكم يا البنات الانسان ما على بالوش منا من بعد وش يكون منا الغدوه وش يكون ايمانا نقول حبيباتي تهلاو في روحكم تهلاو في عباداتكم تهلاو في وليداتكم حاولوا تعيشوا بسعاده حاولوا تبروفيتيو يعني كل لحظه مع وليداتكم كل لحظه تكون صحتكم بين يديكم ما تقصروش خاصه في العبادات يا البنات لانه الانسان مش ضامن عمره القدام يا لو كان دقيقة يا لو كان ساعة يعني مش ضامنين أرواحنا إنسان مالا يحاول يقوم بالعبادة تاعو يحاول يحكم فمه ينقص النميمة ينقص الغيبة ينقص كيفاه التنشير نعرض ينقص كفاس كيفاه التلفزيون نعرضك وانت ما تحبش تجي كي لقيتوا وحدة الخدمة ما وحدة حتى ينتهي عرفتونيش خلاص بالنسبة للناس كي اللي لقيتوا الخدمة ما مرضى بالناس عرفتونيش والناس اللي ما يخافوش ربي والناس اللي يحفروا للناس والناس اللي يحبوا يقول والله وش يضروا وليتي الناس كفرور. سواء بلساناتهم يعني ولا يا بالخدايم اللي تقع ماشي هذيك مليحة والله ماني قادرة نقولها روح وش نقول لكم لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا يخدم الله مالك انت ونعم ترقد الوكيل بها يا قيل كاين ناس بزاف ما تخافش ربي يهدي ما تقرب خلق للباب هذا باش تبعد عليه نقولوا ربي أبدا. يهدي ما خلق وربي إن شاء الله يبعد علينا الناس المنافقين الناس اللي ما يحبوناش الناس اللي يضحكوا لنا في وجوهنا بصح في ظهورنا يحفروا لنا ونقولوا لهم ثنا اللي يحفر حفرة يطيح فيها والدنيا راهي فضة وتفض ربي يهدينا أجمعين. هذا هو كان الفطور تاعي سخنت شوية جلبانة هذيك بالدجاج وشوية تاع جريوات مقلية وكون ما جيتش على حين بالعظام جرب شوية تاع كسرة سخونة قلت لكم فارس في الوقت المناسب. ما طارتليش خلاص. المهم غالياتي شوية تاع سلاطة هذه هي نعمة كريمة ربي يديم علينا النعمة والرزق يعني جو تاع رمضان بعد هنا حطيت القهوة تاعي الطيب ديجا هاي طلعت والنعناع أكيد بعد الفطور بعد ما نغسل الماعن ونتقهوى وكل شي نحكم بلاصتي نشرب هذاك النعناع نهدي بها أعصابي أخيتي وخلاص. هي قالت لي كريمة نورمالمون كريمة اللي قالت لي النعناع مش مليح بزاف هنا كان غسلته دوكا راح نحطو يطيب قالت لي مش مليح زعما لي يشربوا طول والله نسيت واش قالت لي هبط لا طونسيون ولا عفسه اكيد نحطه في هذه البرمه الاسطوريه الخاصه بالمهمات الصعبه. وهذا مكان روتين يومي بسيط بكل عفويه وبكل تلقائيه لا فوخ لا زوخ لا بريستيج لا والو عادي كما اي بيت جزائري. ان شاء الله يعجبكم الروتين تاع اليوم وتكثروا لي التعليقات بزاف باش يطلع الفيديو ترجع القناه البنات خاطر القنوات في زوز طاحوا ارض على خاطر انا طولت بزاف البنات يعني عندي اكثر من 20 يوم ما حطيتش فيديو واليوتيوب يحب المداومه يحبني كل يوم نحط ولا على الاقل نهار بعد نهار ويحبكم انتم ثاني تتفاعلوا باش هكا يطلع الفيديو. هذا النهار تاع هذا المقطع كان نهار العيد نهار الصبح الاول هي الصبح الاولى تاع العيد نورمالمون حطيت القهوه هنا لخويا ومرت خويا جاو عندي. المهم هي اللي دارت لي الكروكو كما قلت لكم نهار الدوزيام ولا نهار الاول والله مش فيت ليسونسيال قلت لها كنت معوله ندير الكروكون قالت لي من بعد مرضت قالت لي معليش درك نديره لك. المهم كثر خيرها نحبكم ياسر وموت عليكم ما تنساوش دعمي ودعم الفيديو نلتقي في الفيديو القادم باذن الله سلام.